واش عمرك تخيلتي تدخل رمضان وانت عارف باللي المرض ديالك يقدر يمنعك تصوم؟ واش عمرك تساولتي شنو يوقع إلا قررتي تصبر حتى وانت ضعيف؟ اليوم غادي نحكي لكم على واحد الشاب اللي دخل رمضان وهو مريض، وقع ليه في العاشر رمضان شي حاجة ما كانش متوقعها نهائيا. وخليك معايا حيث النهاية غادي تفاجئك. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة قصص رمضان. اليوم هو اليوم العاشر من رمضان، ولكن قصة اليوم مختلفة. اليوم غادي نحكي لكم على واحد الشاب اللي دخل رمضان وهو مريض وخرج منه إنسان آخر تماما. وخليك معايا حتى الآخر حيث النهاية ديال هاد القصة يمكن تبدل شي حاجة فيك انت. خليوني نحكي لكم على حمزة. حمزة كان شاب عادي، 27 عام، كيخدم، كيضحك، كيحلم بحياة بسيطة. احتاج داك النهار اللي تبدل فيه كل شيء. في واحد الفحص عادي طبيب شاف التحاليل وسكت شوية، ومن بعد قال ليه عندك مرض مزمن وغادي تعيش معاه مدة طويلة. في ذاك اللحظة حمزة ما سمع حتى صوت، الدنيا وقفات. ولكن أول سؤال جا في باله ما كانش على الفلوس، ما كانش على الخدمة، كان سؤال واحد: واش نقدر نصوم رمضان؟ جا رمضان، الناس فرحانة، التراويح عامرة، الأسواق شاعلة، وحمزة كيحارب بوحدو. الطبيب قال ليه إلا تعبت خاصك تفطر. العائلة قالوا ليه الله ما كيحملش النفس فوق طاقتها. ولكن حمزة قال في خاطره غادي نصوم نهار بنهار، وإلا ما قدرتش نوقف، ولكن ما نستسلمش قبل ما نجرب. أول نهار كان صعيب، العطش، الدوخة، الألم، كان كيحس براسو ضعيف بزاف. ولكن كل ما كيجيه الألم كان كيدير حاجة وحدة، كان كيهضر مع الله، كان كيقول يا رب أنا ضعيف ولكن ثقتي فيك كبيرة. حتى جاء العاشر رمضان، ذاك النهار كان الأصعب، التعب وصل لأقصى حد. بدا كيفكر يفطر، جلس بوحدو قبل المغرب بدقائق وسمع آذان من مسجد بعيد. ذاك الصوت دخل لقلبه بطريقة ما تتشرحش، وبدا كيبكي، ماشي حيت تعبان، ولكن حيت حس براسو قريب من الله أكثر من أي وقت فات. في ذاك النهار ما تشافاش فجأة، ما وقعات حتى معجزة طبية، ولكن وقعات معجزة داخلية. حمزة تبدل، ولا كيعيش كل نهار وكأنه هدية، ولا كيحمد الله على الألم قبل الراحة، ولا كيقول المرض ما كانش عقاب، كان فرصة باش نرجع لربي. وبعد شهور التحاليل بدات تتحسن، حتى الطبيب استغرب، واش السبب هو الصيام ولا الدعاء ولا الصبر؟ يمكن ثلاثة مع بعضياتهم. ولكن الأكيد رمضان ما كانش غير شهر صبر لحمزة، كان شهر ولادة جديدة. دابا جا دورك، إلا كنتي كتدوز من ابتلاء، من مرض، من ضيق، جرب تصبر نهار بنهار، جرب تهدر مع الله بصدق. يمكن المعجزة ما تكونش برا، يمكن تكون داخلك. إلا وصلتي لهنا اكتب في الكومنتار الصبر مفتاح الفرج، ودير لايك باش توصل هذه الرسالة لشي حد محتاجها. ونلتقوا غدا في قصة جديدة، يمكن تكون قصتك انت. السلام عليكم.